الفيلم نزل الإعلان الرسمي بتاعه طبعا من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومجموعة من النجوم العالميين، سواء نجوم هنديين ونجمة الإيطالية الشهيرة. ففي نجوم كتير عالميين مشاركين في الفيلم، والفيلم طبعا من تأليف محمد الدباح، سيناريو تأليفه والكتابة بتاعته، وفيلم من إخراج المخرجين الاتنين العالميين اللي عملوا سلسلة باد بويز اللي هو عادل العربي وبلال الفلاح. الفيلم ده هيبقى أصلا متكلف تكلفة إنتاجية عالية تخطط ال40 مليون دولار. يعني إيه صباح الفل كده، ميزانية كبيرة جدا، أصلا أعلى ميزانية لفيلم عربي اتعملت في تاريخ السينما العربية. فهنشوف مستنين الفيلم نزل إعلان تريلر رسمي بسيط، ما شفت منه بعض المشاهد هو الأكشن والحاجات دي، بس مش عارفين برضو القصة عبارة عن إيه. لسه منزلش الإعلان الطويل اللي هو 2-3 دقايق عشان نعرف الفيلم والقصة بتاعته وتفاصيل حاجات عن الفيلم. بس الفيلم ظهر فيه مجموعة من النجوم، زي أشهرهم النجمة الإيطالية مونيكا بليتشي، ومجموعة من النجوم الهنديين، ومجموعة طبعا النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز. واستنتجنا إن في بداية الفيلم أصلا أحمد عز وكريم عبد العزيز الاتنين مش بيطيقوا بعض، بس في خلال أحداث الفيلم في الآخر هيبقوا أصدقاء وكده. وطبعا الفكرة دي متاخدة من أفلام أجنبية كتير، زي طبعا باد بويز نفس الفكرة. فهي المجموعة ديت من الأفلام اللي داخلة بالقصة دي. طبعا الفيلم واخد إنتاج ضخم وتكاليف كتيرة وصورة تقنيات عالية، فده هنشوفه. الفيلم هينزل السنة دي، بس أتوقع تقريبا هينزل آخر السنة في شهر 9-8 كده. يعني كانوا عاملين إعلان بلعيبة النادي الأهلي، الشناوي وعلي معلول وإمام عاشور وزيزو. الصفقة الجديدة اللي كان معمول لها إعلان جامد، عملوا لها الإعلان، كانوا مشاركين في الإعلان. بس هم طبعا عاملين إعلان أكشن، بيعملوا أكشن في الفيلم، بس هم أصلا ده إعلان ترويجي للفيلم، هم مش مشاركين في الفيلم خالص. ده إعلان ترويجي تسويقيا، حاجة طبعا ذكية جدا من المخرج المنفذ، معمول بطريقة صايعة، اللي هو إيه بيسوق للفيلم بالطريقة دي. وطبعا صفقة زيزو اللي هي أهم صفقة الفترة ديت، والأهلي كان لسه أعلن عليها أول يوم العيد، صفقة زيزو. بعد كده نزل الإعلان الرسمي للفيلم، وكان نزل قبلها إعلان رسمي الفيلم، وعملوا إعلان زي ما قلت الإعلان ده لفيلم 7 دوجز. فدي كانت كل حاجة عن فيلم 7 دوجز. وطبعا كده إيه، هو طبعا في أفلام كتيرة طبعا مشاركين فيها. وطبعا كريم عبد العزيز بيستعد بعد ما خلص مشروع إكس، اللي هو طبعا انتهوا تقريبا شبه انتهوا من فيلم 7